السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. سبحان الله، سمعت قصة جميلة جدا، يعني سبحان الله فيها حكمة كمان. في شخص تسلف من تاجر يعني مبلغ عشان يكمل بناء البيت. سبحان الله، واقترض منه يعني تقريبا مبلغ حول 200,000 ريال، وجاء موعد السداد، والأخ هذا سبحان الله ما عنده مبلغ السداد. فقال له التاجر هذا كبير في السن، يعني كبير في السن حوالي يعني 70 سنة تقريبا أو أكثر. وقال له خلاص اديني فلوسي. يوم جاء موعد السداد قال له اعطيني فلوسي. قال له ما عندي. الأخ ذا قال له ما عندي والله. قال له خلاص، يا تعطيني فلوسي يا تزوجني بنتك. بنته تقريبا تخرجت من الثانوية، نفس السنة تخرجت من الثانوية. فالأخ هذا رفض، قال له لا. قال له خلاص راح يشتكيك. وراح سبحان الله واشتكى، وقال له القاضي أعطيك مهلة 3 شهور إنك تسدد الأخ هذا الفلوس حقه. قال له والله لو تعطيني 2 ما أقدر، ما عندي. يلا يا دوب راتبي يكفي بزورتي ويكفي مصاريفي. المهم أعطاه 3 شهور. بعد 3 شهور جاء الأخ قال له ما عندي برضه. جاء القاضي وسجن القاضي. سبحان الله، شوف كيف الله عز وجل له تدابير. أصبر فيه، قاعد أتكلم أنا. وبعدين سبحان الله قاعد يضغط عليه التاجر، يضغط عليه. كلم أخوه قال له تبغون أتنازل، زوجوني البنت. قامت البنت يعني عرفت بالموضوع، قالت إذا كان بيفك أبويا من السجن خلاص أتزوجه ما في مشكلة. فسبحان الله تم عقد القران، والأب في السجن يعني مغبون. فقاعد يدعي الله عز وجل إنه ما يتم هذا الزواج وكذا. وقبل الزواج سبحان الله ب3 أيام سبحان الله، وهذا التاجر يعني يقطع السكة الشارع، وتيجي السيارة هذيك وتخمه ويتوفى في الفور على طول. طبعا قد عقد على البنت سبحان الله. بعدين سبحان الله اجتمعوا الورثة سبحان الله، وهذه البنت اللي قتلها سبحان الله 3 مليون ونص تقريبا سبحان الله. وقامت ساعدت أبوها، وأبوها سدد الدين وخرج من السجن. سبحان الله، شوفوا كيف تدابير الله عز وجل. يعني سبحان الله، يعني دخل السجن عشان